شغال ليل نهار وحاسس انك بتجري في مكانك؟ لو عايز تغير حياتك المالية 180 درجة وتبدأ تشوف نتائج حقيقية، لازم يكون عندك خطة واضحة محددة الأهداف. كتير مننا عنده أهداف مالية، لكن المشكلة إننا مش بنعرف نحط أهداف واضحة ونوصل لها. أنا هنا عشان أساعدك إزاي تحط أهداف واضحة وإن شاء الله توصل لها. أول حاجة لازم نحدد الهدف المالي، يعني ما نسيبهاش عايمة. أنا عايز أحسن دخلي، يبقى كام؟ عايز أطلع من الطبقة اللي أنا فيها لحد فين؟ اختار هدف محدد معقول صعب تحقيقه بالوضع الحالي، وتعالى نشوف هنحققه ازاي. مش هقولك فكر في حلمك وعيش فيه وتخيله وقانون الجذب والحاجات دي، لكن هقولك حاجتين: احلم وادعي وانت متأكد ان هي جاية. الحاجة التانية، حط هدفك على ورق. فاكر شيت المركز المالي؟ لو ما شفتش الفيديو ده ممكن ترجع له، بس بعد ما تخلص الفيديو ده، بعد ما تكون مليت المركز المالي لوقت تحقيق الهدف اللي نفسك تحققه فيه، تعال نشوف انت فين النهاردة من المركز المالي ساعتها. هل الفرق ده محتاج معجزة، ولا محتاج دخل إضافي، ولا محتاج إن أنت تقلل مصاريفك شوية؟ لو الفرق ده محتاج معجزة فما قدامكش غير الدعاء، لكن لو محتاج تقليل مصاريف أو بس دخل إضافي فهو ده اللي أنا موجود هنا عشان نعمله سوا. لو الموضوع موضوع دخل إضافي فأنا هنا علشان أقولك ممكن تعمل ده إزاي. في طرق كتير جدا وبقت أسهل من زمان، ولكن خلي بالك، كل ما الحاجة بتكون سهلة كل ما المنافسة فيها بتكون صعبة قوي. اجهز للمنافسة وتابع الفيديوهات الجاية، هنتكلم كتير عن الدخل الإضافي. لو جربت طريقة تدخل بيها دخل إضافي وفشلت، اكتبها لنا في الكومنتس وخلينا نحاول نعرف سبب الفشل كان إيه.